اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كل من يتابع آل هذه المجموعة محمد. يعرف أهمية هذا اللقاء والتنافس القائم بين الفريقين. هذا أمر يعطي لقاء اليوم أهمية كبرى في إطار دوري أبطال أوروبا. كونوا معنا على الموعد في مواجهة تجمع ريال مدريد الذي سيقابل فريق شاختار دونيتسك الأوكراني. أهلا بكم من ملعب سانتياغو برنابيو، حيث هذه الأمطار التي تتساقط في العاصمة مدريد. وكالعادة معكم من كابينة التعليق فارس عوض وتغطية لمجريات اللقاء. لقاء اليوم يأتي ضمن لقاءات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا. الملكي ريال مدريد يواجه فريق شاختار دونيتسك. ريال مدريد استهل مشواره بتحقيق الفوز والنقاط الثلاث في أولى مباريات المجموعة في دوري الأبطال. فوز أول في الجولة الأولى و3 نقاط في رصيد الفريق تجعل يدخل مباراة اليوم بأريحية كبيرة وعينه على الاستمرار في تحقيق النقاط. هي تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم. واضح استخدام طريقة 4-3-3 مع الاعتماد على المهاجم الوهمي. نترقب الإثارة اليوم مشاهدينا في مباراة تأتي ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وأكيد عندما يتواجد شاختار طرفا في المواجهة ستكون الإثارة حاضرة. وهذه هي التشكيلة الأساسية لفريق شاختار دونيتسك في مباراة اليوم. واضح من الرسم التكتيكي من الفريق راح يلعب بطريقة 4-5-1 الهجومية. شعور خاص بأن تستمع إلى نشيد دوري الأبطال قبل بداية أي مباراة. أجواء مختلفة، المباريات تكون أكثر إثارة، حماس، تشجيع. عرفنا ذلك في الجولة الأولى، لكن نريد المزيد في الجولة الثانية. فرصة لإرسال كرة عرضية من مكان ممتاز. أوه، تصطدم بالمدافع والكرة في المرمى. والآن مع إعادة الهدف ونشاهد الخطأ الكبير في تشتيت الكرة. لم تبعد بشكل كافي واستمرت الخطورة وأدت بشكل مباشر لهذا الهدف. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. دافيد نيريس يحصل على المساندة في هذه اللحظات. رائع في قطع الكرة وفي إنهاء الخطورة. الكرة تعود من زاوية الملعب. إبعاد سيء للأخطاء، ما زالت خطيرة. تمريرة غير دقيقة تذهب للمنافس. هذه تصويبة تصدي من كورتوا والخطورة مستمرة. تمريرة ملعوبة. توني كروس، كرة بترتد من
الحارس لكن ما زالت في الملعب. بيدرينيو وصل الكرة وقدر يبعدها في هذه اللقطة. بينية متقنة، مدافع في توقيت مثالي بيقطع الكرة. بيدرينيو، نيريز، الفرصة متاحة لإرسال كرة عرضية. بنزيما، تصويبة لكن الخطورة تنتهي عند الحارس. مر فيها بنزيما بيد كريم، حارس في مكان جيد وينجح في إيقاف هذه الكرة. بيلعب الكرة الوسط 18، يفشل في إبعاد الكرة بعيدا عن مناطق الخطر. فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. كانت فرصة ممتازة أيضا لهجوم مرتد لكن الآن يفقد الكرة. بيلعب الكرة، تصدي جيد للكرة. أوه على أصوات الجماهير الآن ترتفع والضغط يتواصل، وركلة ركنية يبحثون عن استغلالها. بيرسل الكرة لوسط المنطقة، خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة. قرار سليم من الحكم. يا رب، روعة وتألق، ارتماء سريعة وتصدي على الطائر. بيلعب الكرة إلى منتصف 18، كرة بيخلصها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. تدخل ممتاز، أبعد كرة كانت خطيرة جدا على المرمى. كريم بنزيما، هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيل التوتر، هدف بفارق الهدفين، مزيد من الراحة. الأمور لم تنتهي لكنها اقتربت الآن. نتابع الهدف من بداية من المرور من المدافع ثم تسديدة قوية من هذه المسافة لا يمكن التصدي لها بكل تأكيد. تصويبة رائعة. المدرب حتى الآن سعيد جدا بما يقدمه لاعبوه في أرضية الملعب وبالتفوق الكبير في هذه المباراة. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. يتقدم بالكرة للهجوم بمهارة، بيمر فيها، بيتخلص من الرقابة الآن. الدفاع يفضل إبعاد الكرة بعيدا عن المرمى. فرصة الهجمة المرتدة الآن، كان ممكن يلعب كرة مرتدة بشكل أفضل وبشكل أسرع. تبادل التمريرات أمام المرمى، البحث مستمر عن فرصة للتسجيل. عند الكرة في مكان خطير، الكرة ستلعب من الضربة الركنية. ركنية في المنتصف. تطبيق قوي جدا للضغط العالي على الدفاع. ضربة حرة مشاهدينا تمنح لفريق الميرينجي. بينية فيها خطورة، ممتاز التصدي، لم تنتهي الخطورة. يا رب، مستحيل الكرة، هدف على الطاير بكرة عالمية، هدف أسطوري. نشوف مرة أخرى أخطأ الحارس في التصدي للكرة وهذا يكلف الفريق هذا الهدف. الآن غضب بالتأكيد من هذا الخطأ، كان بالإمكان إبعاد الكرة بشكل أفضل. فرحة القلب تجعل الوجه سعيدا كما هو واضح الآن على وجه هذا المدرب اللي تنعكس أيضا مجريات هذه المباراة وسيطرة فريقه وتقدمه في النتيجة.
كما نشاهد ونتابع شوط أول من طرف واحد. من الصعب على الفريق الخصم أنه يعوض هذا الفارق من الأهداف في الشوط الثاني. كريبتسو، كرة مقطوعة بعد تمريرة سيئة. دافيد نيريس، فرصة لإرسال كرة عرضية. تصدي من كورتوا والخطورة مستمرة. فينيسيوس جونيور، استغلال جيد للجناح من الفريق الملكي. ايقاف ممتاز للكرة من الحارس. بينفذ الركنية. ضربة ركنية بدون خطورة والكرة بتضيع. الطريقة الدفاعية في اللعب تشجع المنافس على الضغط المتواصل للتسجيل. الحكم ينهي الشوط. نتمنى في شوط المباراة الثاني تتغير الأمور عن الشوط الأول اللي كان أشبه بحصة تدريبية بعد ما نجح الفريق الفائز في التقدم بنتيجة عريضة. إسماعيلي، إمكانية الكرة العرضية. ممتاز كورتوا في التصدي. الكل ظن بأن الكرة في المرمى من هذا المكان. بيلعب الكرة الوسطى 18. تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. تسديدة قوية على المرمى لكن بدون دقة في التسديد. راحت الكرة بعيدة بدون ما تشكل خطورة. كريم بنزيما الآن مع مودريتش. تصويبة افتقدت إلى الدقة ومرت بالسلام على المرمى. بيدرينيو، نيريس وصل الكرة وقدر يبعدها في هذه اللقطة. تسلل واضح، ما كان صعب على حكم الراية. تمركز جيد من الحكم المساعد يمكنه من اتخاذ القرار السليم كما نرى في الإعادة والتسلل واضح. تراوري، اوهو الله على اللقطة. شوف كيف مر، شوف كيف عدى من الدفاع. الفرصة متاحة لإرسال كرة عرضية. خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة. دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة. تدخلان على حمل الكرة. نصف ساعة تفصلنا على صافرة نهاية المباراة. بيدرينيو، الكرة خارج الملعب، ضربة مرمى. Cambio en el Madrid, esto se anima, sale de la cancha, con el 9, Benzema, entra en la cancha, con el 11, Marco Asensio. فينيسيوس، بينية مثالية خلف المدافعين. سهل الكرة إلى حارس المرمى. دافيد نيريس، شوف استحواذهم على الكرة، فارضين اسلوبهم متحد. هذه كرة هدف الآن. مستحيلة هذه الكرة. الله على فينيسيوس. نتابع الهدف مرة أخرى واللي كان من هجوم مرتد سريع. بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك.
مباراة من طرف واحد، والنتيجة مشاهدينا متابعينا تدل وتؤشر على ذلك. حلوة الكرة البينية يكسر فيها المدافعين. انتهت الخطورة مبكرا هنا مع راية التسلل بسبب التحرك المبكر والانطلاقة في توقيت سيء. قرار صحيح بالتأكيد. ماتفينكو، إسماعيلي، كرة بتعود. تراوري، اوهو ضاعت الفرصة. تسديدة قوية مرت قريبة من المرمى، كانت تحتاج إلى دقة أكثر في اللقطة الماضية من هذا المكان القريب. مدرب بدأ يفكر في لاعب بديل في هذه اللحظات. إيدر ميليتاو، كيف راح تتعامل حكمة المباراة مع اللي حدث؟ قرار جدلي هنا بدون شك. البعض قد يظن بأن البطاقة الصفراء كافية على هذا الخطأ، والبعض الآخر يرى بأنها كانت الله الله الله. هدف يحرك الشباك، هدف يشعل الأجواء. هدف آخر لصالح ريال مدريد، يوسع من خلال الفارق ويضع يده على الفوز بنسبة كبيرة. برأيي بأن المباراة حسمت لأن الفارق في الأهداف كبير جدا، وأعتقد أن خلاص المباراة اقتربت من النهاية. حكم يقرر إعطاء الأفضلية. مواصلة اللعب الآن وتحت الفرصة لهذه الكرة. اعتراض ناجح لكرة مودريتش. تصويب الآن يوقفها حارس المرمى. خطأ فادح من حارس المرمى قد يكلف الكثير الآن. هدف شرفي في الوقت الأخير، في اللحظات الأخيرة. المباراة انتهت تماما، لا يكفي الوقت المتبقي لإحراز التعادل. النتيجة أصبحت قريبة بعض الشيء، لكن التعادل ما زال بعيدا. 5 أهداف مقابل هدف واحد، 4 أهداف تفصل بين الفريقين. مجهود مميز. يا رب، مستحيل، هذا لا يحدث كل يوم. تصويبة خرافية في المرمى من مسافة بعيدة. مع الإعادة لكرة الهدف نشاهد مدى روعة هذا الهدف من مسافة بعيدة، كيف اختصرت المسافات وسكنت المرمى. تسديدة قوية جدا، صاروخية في المرمى. هدف من أجمل أهداف الموسم. تسديدة من بعيد تغالط حارس المرمى وتستقر في الشباك. النتيجة الآن 6-1، 5 أهداف تفصل بين الفريقين. 3 دقائق متبقية لنهاية المباراة. هذه هي فرصة هدف للجمهور، هدف لتقليص الفارق. العودة ما زالت بعيدة، الفارق كبير في المباراة. يحاولون حتى النهاية للتسجيل وتقليص الفارق. رائع في قراءة الفريق الخصم. في منطقة جزاء يستعيد الكرة. إذا هذه صافرة نهاية المباراة، وينجح أصحاب الأرض في تحقيق الانتصار. أداء كبير وفوز مقنع بنتيجة كبيرة. عمل رائع من الجميع داخل الفريق، وفوز يدفعهم لمزيد من النتائج القوية.
بالحديث عن مستوى وأداء فينيسيوس المميز في الملعب اليوم. تمكن من تسجيل هدفين، ساهم أيضا في فوز فريقه، والجماهير راح تكون راضية عن اللي قدمه، هو نفسه أيضا سيكون سعيد بمساهمته. تدخل ممتاز.